مرة واحدة ما تكفيش. ملاهي مدينة البط اللي اتجددت عجبت ميكي واصحابه. وي انا دايخة قوي وحاسة ان الدنيا بتلف بيا، بس انا مش قادرة ابطل. انا عمالة ابص على الاضواء المجنونة دي كل شوية ومش قادرة ابطل خالص. يا لهوي، انا شكلي كده صرفت كل فلوسي عشان اشتري تذكرة كمان. بندق يا صاحبي، ممكن تسلفني شوية فلوس عشان خاطر اركب القطر السريع؟ مش عارف يا ميكي، هو انا المفروض اعمل كده فعلا ولا هكون بأذيك؟ دي رابع مرة تيجي فيها هنا وتصرف كل فلوسك ومش بتحسوا بملل خالص من الألعاب دي، كأني في حد نومكم مغناطيسيا عشان يعجبكم الموضوع كده اكتر من اللازم. لا ده شيء عادي على فكرة، كل مدن الملاهي كده بتخلي الناس تجيلها اكتر من مرة. انا شايف ان المكان ده حلو قوي ومبسوط هنا بصراحة. هو عاجبني بس انا مش متعلق بيه للدرجات دي، يعني مش زي ما انت مفكر. مرة كمان؟ ده شكل القطر ده ممتع، مش باين عليه خالص. ميمي كمان بتحب الملاهي على فكرة وبتتبسط قوي لما تستمتع وتلعب هنا. ده كل الموضوع، انت بس مكبر الموضوع شوية. على فكرة يا بندق، اللي ما تعرفوش ان انا مستحيل اتعلق بحاجة مش مفيدة ابدا. التالتة تابتة مش كده يا صاحبي؟ ها؟ المرة التالتة؟ دي هتكون لفتك للمرة التالتة في القطر ده. ممكن يكون حد نومكم مغناطيسيا. مش عارف يا بندق، بس ده مش حاسه حاجة منطقية يعني. ممكن بس الملاهي من كتر حلاوتها وان هي جميلة وفيها ألعاب كتير دي بتخلي الناس عايزة تيجي تجربها اكتر من مرة. بس بقولك ايه يا حبيبتي، المرة الرابعة دي اللي دخلنا فيها نفق الرعب كانت احلى واحدة فيهم، ما تيجي نجرب مرة 5 كمان؟ ايه ده؟ زي ما انا بعمل بالظبط في القطر السريع اللي بركبه، بيجربوه مرة وبعد كده بيفضلوا يركبوه كذا مرة ورا بعض من غير ما يحسوا لحد ما فلوسهم تخلص. قعدوني معاك وانا لازم اعرف السر. حلوة قوي، عايزة اجرب مرة كمان. مش قادرة اقاوم خالص اللعبة دي. ايوه وانا كمان مش قادرة ابطل، بس على الاقل يعني دلوقتي قادرة اتحكم في نفسي. اكيد في حاجة غامضة في المكان ده بتأثر على العقل وتخليك تجرب اللعبة مرة كمان وانت مش حاسس. انا حاسس ان اللعبة دي اللي هناك دي فيها نفس الاشارة او الحاجة الغامضة دي اللي بتسيطر علينا كلنا. ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا استاذ؟ استنى بس يا اخي، اديني ثانية واحدة بس هشوف اللعبة دي فيها ايه. انت عمال تجرب من ساعتها يا حبيبي، خلاص الفحص خلص. بقولك ايه، يا تقطع تذكرة يا سيب البندقية وتمشي. مش قادر اعرف الحاجة الغامضة اللي بتأثر على الناس في الألعاب دي، بس انا لازم اكتشفها. انا لازم اركز كويس واخد حذري. شوف يا ميكي، شوف البصلة الحلوة دي طعمها يجنن. ايه ده؟ ممكن يكون السر في الاكل. لا بس حاسه ان ده غباء، ما انت بتاكل من الصبح يا بندق وما حصلكش اي حاجه. انا متأكد يا ميكي، اكيد هنا في تمويم مغناطيسي. انا هحاول يا بندق ان انا اكتشف الحاجه اللي بتأثر على الناس كده، بس انا لازم اخد بالي واقاوم كل الالعاب عشان ما يحصليش زيهم. يا ترى ايه هي الحاجه اللي بتأثر على الناس؟ تفتكروا الجوائز؟ الالعاب دي؟ لا ما اعتقدش، اصل شكلها واضح قوي يعني، واكيد مش غبي للدرجه دي. ممكن يكون
اللي عايز يعمل حنة وتاتو يجي عند لوليتا للتاتو والحنة. ممكن يكون التاتو اللي الناس بترسمه هناك ده هو ده اللي بيأثر على الناس. لا مش منطقي، ما اعتقدش. ياه، لوليتا دي شكلها شاطرة قوي. انا عايزة اجرب ارسم عندها حنة ولا تاتو. ايه اللي انت بتقوله ده يا ميكي؟ انا شكلي كده مش عارف اتحكم في نفسي بجد. انا عرفت انا هعمل ايه. انا هبلغ الشرطة. انا الدكتور نوح الفرفوش صاحب الملاهي الجديد هنا، وتقريبا كده انا اللي هبلغ الشرطة عشان انت دخلت منطقة محظورة وما ينفعش حد يعدي منها. ايوه بلغهم وانا هعرفهم بالمؤثرات والحاجات الغامضة اللي انت حاططها في الملاهي وبتأثر على عقول الناس. وشوف بقى مين اللي هيدخلوه السجن يا فرفوش. انا رأيي انك تفكر تاني يا ميكي، ولا اقولك انا رأيي انك ما تفكرش خالص عشان اعرف اسيطر على عقلك. انت بتتحداني بقى على كده؟ يعني انت عارف ان انا بستخدم تنويم مغناطيسي. اقولك على حاجة كمان، وقوي جدا ومن نوع الاصيل. انت عارف انا بكسب فلوس ازاي؟ انا عملت الملاهي دي بشكل معين كده عشان يجذب الناس عندي، وبعدين لما يدخلوا اتحكم بقى في الاصوات اللي بيسمعوها والصور اللي بيشوفوها، وبكده اعرف اسيطر على عقولهم وانومهم مغناطيسيا. في نفس الوقت الناس اللي بيشتغلوا عندي هنا في الملاهي ما يعرفوش اي حاجة، وانا برضو مسيطرة على عقولهم. هم مفكرين ان هم بيشتغلوا في مكان عادي جدا وملاهي عادية جدا، بس دي مش حقيقة. مبهور بذكائي وعبقريتي مش كده؟ لو انت الصادق انا مبهورة عشان بندق طلع معاه حق في كل كلمة قالها. في حاجة واحدة بس هي اللي مضايقاني وهتجنني، هو صاحبك ابو طويلة التافه ده مش عارفين نسيطر عليه. قاعد طول اليوم بياكل في المطعم، واضح كده ان عقله قوي ومتفتح، عشان كده مش عارفين نسيطر عليه. هو قصده على بندق؟ الحاجة الوحيدة اللي متفتحة في بندق ان هو ما بيشبعش. بس اقولك على حاجة يا ميكي، انا عرفت احل المشكلة دي ازاي. انت اللي هتساعدني. اقولك هتساعدني ازاي؟ اللعبة بتاعتي السرية اللي انا مركبها لك دلوقتي دي هيكون ليها تأثير عليك، هيخليني اتحكم في عقلك وهتنفذ اي حاجة انا بطلبها منك. واول حاجة هطلبها منك انك تجرجر لي رجلين صاحبك القوي اللي عقله متفتح ده للملاهي بتاعتي هنا. وتاني حاجة هأمرك تعمل كده مع ناس كتير الى ما لا نهاية، عشان انت هتكون العبد الخاص ليا. انت بتحاول تقاومني مش كده؟ مش هتعرف. انا بقالي 4 ايام بسيطر على عقلك، دلوقتي طاقتك ضعيفة. ودلوقتي قول ورايا، ازيك يا صاحبي، عامل ايه؟ انا لقيت لك مطعم جديد وهيعجبك. ازيك يا صاحبي، عامل ايه؟ سلم نفسك، المكان كله محاصر. ازاي بس؟ انا كنت حريص جدا. طمني يا ميكي، حصل لك حاجة؟ انت كويس؟ انا رحت في الباي باي. انت رحت فين يا ميكي؟ انا قلقت عليك كل ده، انت اتأخرت قوي. يا بندق، طلع معاك حق طول الوقت ده،
بصراحة انا متوقعتش يعني. ايه بجد؟ بس انا اقتنعت بفكرتك انت يا ميكي. انا صدقتك، انا فكرت ان انا اللي غلط. اصل انا قعدت اقول ازاي يعني فعلا هيكون في تنويم مغناطيسي. امال انت جبت الشرطة ازاي؟ انا جبت الشرطة عشان انت اتأخرت عليا. انا فكرتك اتخطفت، لكن ما جاش في دماغي موضوع التنويم المغناطيسي ده لان انا خلاص شلته من دماغي. بس هرجع لكم تاني، حتى لو اتقبض عليا 1000 مرة هرجع لكم تاني وهنفذ خطتي الشريرة. بس يا ميكي انت كنت بتعمل ايه كل الوقت دوت في الملاهي مع الراجل الغريب اللي قبضينا عليه ده؟ هقولك على كل حاجة يا بندق، بس تعالى نروح ناكل الأول. أنا تقريبا كده أخيرا بقيت تعبان من كتر اللعب.